سلام، شراكم؟ جيسبر راكم كامل صافا. اليوم جيت وجبت لكم هذا المشروب الصحي بفاكهة الموسم. الطبقة الأولى عبارة عن سموثي، والطبقة الثانية عبارة عن عصير الفراولة. قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا ما تنساوش ديروا ابوني في القناة، جميع لا فيديو ان بتي كومونتير، ويلا نروحو نبداو فيها كيف كيف. اول حاجه في الوصفه تاعنا تاع اليوم نحتاجو كميه من الشوفان، كميه من الفراوله، وكميه تاع الحليب الدافئ كيما راكم تشوفوا. هنا في هذا البوكال راح ندير كميه من الشوفان، وندير فوقها كمية من الحليب الساخن. فوالا نحركهم ونخليهم اكوتي حتى يتشرب هذاك الشوفان ويتنفخ. ونخلي الحليب هذا على جانب، ونروح نغسل الفراولة تاعي وننظفها ونحي لها هذا الرؤوس، نحي لها هاد ليتات. بعد ما فاتت حوالي ربع ساعة راح نروح نبدا نقص في الفراولة في هذا المزيج تاعنا تاع الحليب والشوفان. هنا راح ندير عدد قليل برك من الحبات باسكو نحتاج غير الذوق واللون. فوالا ونميلونجي كلش بلو بغا ميكسور حتى نتحصل على هذا المزيج اللي يجي خاثر، وراح نحطوه في الكؤوس تاعنا. فوالا بهذا الشكل. هنا في بوكال واحد اخر راح ندير كميه من الماء، وندير لها كميه معتبره من الفراوله باه يجينا العصير تاعنا مغذي وصحي و ميم طون حلو وبنين. نكمل نقص كامل الكميه تاع الفراوله. انا هنا حنزيد لها ملعقه تاع سكر، نتوما تقدروا ديروا السكر على حسب الرغبه تاعكم. وجو ميلونج لو تو بلو بغا ميكسور حتى نتحصل على عصير متجانس كيما راكم تشوفوا. وباستعمال هذه الملعقه اللي الشكل تاعها يجي مداير هكا راح نرمي العصير من فوق، وهكا نتحصل على عصير بطبقتين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ما تنساوش تجربوها لاطفالكم في هذه فتره الامتحانات باه يستفادوا منها وتساعدهم على التركيز وتعطيهم القوه والنشاط. ما تنساوش ديروا ابوني في القناه، جميع لا فيديو ان بتي كومونتير، والى اللقاء للفيديو الجاي والوصفه الجايه ان شاء الله.